أهلا بيك في قناة كادر 5 في 5. النهاردة داخلين في عالم تاني، عالم الرعب التركي اللي بيخلي الدم يتجمد في العروق. السينما التركية بقت مشهورة جدا بأفلام بتجمع بين الرعب النفسي، الجن والسحر الأسود. أفلام مش لأي حد، الرعب فيها مختلف، غامض ومليان تفاصيل بتقلب دماغك. يلا استعد، اطفي النور وخلي أعصابك حديد، لأننا دلوقتي هنبدأ بأقوى 5 أفلام رعب تركي هتعيشك كوابيس بجد. المركز الخامس The Voice 2010. التصنيف رعب نفسي غموض، بطولة سلمى إرجش، محمد جنسور، إخراج أوميت أونال. الإيرادات نجاح متوسط محلياً، لكنه بقى من أكتر أفلام الرعب تأثيراً في تركيا. تقييم IMDb 6.3/10. تقييم الجمهور 72%. القصة بنت بتبدأ تسمع صوت غريب بيكلمها، ومع الوقت بتكتشف إن الصوت مش مجرد وهم، بل حاجة أكبر منها بكتير. رأيي فيلم بيعتمد على الخوف النفسي مش الدم، هيشدك بجو الغامض ونهايته المفاجأة. المركز الرابع بدوعة The Curse 2018. التصنيف رعب غموض، بطولة إسرا كولجو أوغلو، بشرى توراي، إخراج ألبر ميستشي. الإيرادات من أنجح أفلام الرعب في تركيا سنة 2018. تقييم IMDb 6.7/10. تقييم الجمهور 80%. القصة 4 بنات حياتهم بتتقلب جحيم بعد لعنة مرعبة بتربطهم بماضي أسود وسحر ممنوع. رأيي الرعب هنا واقعي جدا، مشاهد هتخليك تشك في كل وش حوالينك. المركز الثالث سجن 2014. التصنيف رعب سحر أسود، بطولة ميرفا أتيش، بنر شغلر جنشتورك، إخراج ألبر ميستشي. الإيرادات من أنجح سلاسل الرعب في تركيا، اتعمل منه 7 أجزاء. تقييم IMDb 6.8/10. تقييم الجمهور 83%. القصة ست بتحاول تستخدم السحر الأسود عشان ترجع جوزها، لكن السحر بيتحول لكارثة مرعبة بتفتح أبواب ما تتقفلش. رأيي من أكتر الأفلام التركية اللي فعلا بتخوف، إخراج عبقري ومشاهد تحسها واقعية جدا. المركز الثاني دابا The Position 2013. التصنيف رعب جن خرافات، بطولة إلشن أتامجيتش، صبرية جنوتش، إخراج حسن كراجداغ. الإيرادات من أعلى أفلام الرعب تحقيقاً للأرباح في تركيا. تقييم IMDb 7.0/10. تقييم الجمهور 85%. القصة بنت بيظهر عليها علامات تلبس شيطاني بعد جوازها، وأهلها بيحاولوا ينقذوها قبل فوات الأوان. رأيي الفيلم ده من الآخر مرعب بجد، لو بتخاف من الجن ابعد عنه قبل ما تنام. المركز الأول باسكن 2015. التصنيف رعب غموض كابوس، بطولة محمد شراحوغلو، إيرجون كويوكو، إخراج كان إفرينول. الإيرادات شارك في مهرجانات عالمية وحقق شهرة دولية. تقييم IMDb 7.1/10. تقييم الجمهور 88%. القصة مجموعة ضباط شرطة بيدخلوا بيت مهجور في قرية غريبة، لكن اللي بيشوفوه جواه بيقلب حياتهم لجحيم وكوابيس ملهاش تفسير. رأيي تحفة رعب سوداوي بصرياً ونفسياً، مناسب جداً لعشاق الرعب الحقيقي مش التجاري. في الآخر قولي في التعليقات أي فيلم من دول هتقدر تكمله للآخر، ولو قلبك جامد فعلاً استعد للفيديو الجاي، لأنه هيكون عن أفلام مرعبة حقيقية حصلت بالفعل.